فيه طالبات يعني لا يعدنا ولا يحصنا، يعني لا أقدر أن هناك من رفض. أنت ذكرت لي إعلامية مشهورة رفضت التعاون وهربت. هي اسمها حياة. لا، أنت ذكرت لي الزميلة خديجة بن جنة. لا لا، سوف أعود إلى خديجة بن جنة لاحقا. أولا فيه واحدة كانت صحفية، عفوا كانت طالبة في معهد الصحافة اسمها حياة من بوسعادة. عرضوا عليها أن تتعاون مع أن المخابرات. تتعاون مع المخابرات ويعطون لها منصب في يعني في التلفزة أو في يعني في إذاعة. رفضت وتم قتلها. تم قتلها. وهل الكل يعرف بأنها قتلت من قبل المخابرات أم لا تزال مجهولة القصة؟ يعني أنت الآن تكشف أنها قتلت من قبل المخابرات. أعطيني اسم القاتل. منير. تؤكد هذا أمام الناس؟ تؤكد هذا. منير ماذا؟ منير قتل الفتاة الطالبة حياة. وأهلها إلى الآن يظنون ربما أنا ربما قتلت على يد الإرهاب. منير هذا أين هو الآن؟ والله ليس لدي علم، لأني تعرف أنا خرج سنة 2000 المهم أنه منير تزوج مع إعلامية أيضا صحفية بالتلفزة الوطنية. يعني كان هناك ابتزاز بالذات للطالبات الإعلام. لماذا يختار؟ أنا أقول لك للتاريخ. منير ابتز وتزوج من صحفية في التلفزة الوطنية. حسان أيضا ابتز وتزوج من طالبة في معهد اللغات ثم أصبحت في الإذاعة. الياس أيضا ابتز وتزوج من كان هناك استهداف لطالبات الإعلام تحديدا. نعم. لاستخدامهم يعني استخدام يعني في يعني لاختراق المآرب. لأن تعرف الجزائر في كثير من الصحفيين تعرف يعني حتى قبل أن نختم الزميلة خديجة بن جنة ماذا كنت تريد أن تذكر يعني فيما يتعلق؟ والله زميلة خديجة فرفضت. أعطيني بالضبط الحيثيات. والله خديجة بن جنة التقيتها مرة أو مرتين. كانت صديقة لعمار بن جدة. عمار بن جدة صورته هناك. عمار بن جدة هذا معي. هذا هو معي. نعم، هذه الصورة ربما الكاميرا. كنت التقيت بها مرة أو مرتين مع عمار بن جدة. وأنا على علم أنهم أرادوا تجنيدها لكن رفضت. واضطرت للرحيل من الجزائر. وأنا يعني بكل صراحة يعني أحييها على الموقف الشجاع اللي قامت به، وهي الآن سيدة يعني بمعنى أتم الكلمة. على كل حال هذه كلمة للتاريخ، ربما نحتاج طبعا لحلقة ثانية، للأسف الملف طويل جدا. شكرا لك على كل حال سيد كريم مولاي، ونلتقي في الحلقة القادمة.